أسوأ موبايل ممكن تشتريه في 2025. سمعت الجملة دي كتير، بس النهارده معانا نقلة كبيرة بين موبايل مش بيقدم أي جديد وبين جيل أجدد وأفضل، حل كل مشاكل الجيل القديم وقدم ميزات أفضل وسعر أفضل، والأهم إنه بيدعم كاميرا زوم ولحد 100 اكس وبطارية كبيرة جدا. وطبعا مفيش موبايل يخلو من العيوب، بس عيوبه إلى حد ما مقبولة، والأكيد إن كلنا عارفينه فيفو في 60 الجديد. هضيف معاه الفيفو في 50 وهتلاحظ أنت الفرق بنفسك. فيلا نبتدي. بيقدم تجربة ممتازة مع معالج جديد سناب دراجون 7 جين 4 ممتاز وبذكر تصنيع 4 نانومتر، وعلى تقييم انتوتو وصل مليون نقطة، فرق عن الفي 50 حوالي 200,000 نقطة. ممتاز ونازل بتردد 120 هرتز، ممتاز في الاستخدام والتجربة. بيقدم تجربة سلسة وسريعة في الحركة والتنقل. في الألعاب بيقدم تجربة مقبولة مع معالج الرسوميات، وفي بابجي بيقدم 60 فريم متوقع يوصلوا 90 مع التحديثات الجديدة، وبيقدم تجربة صوت ستيريو جميلة. الشاشة مقبولة بعيب واحد بس وهي الجودة، فهي فول اتش دي بلس برغم ان المنافسين 1.5K. اما الباقي فممتاز زي حجم الشاشه 6.77 انش من نوع اموليد بتدعم مليار لون و اتش دي ار 10 بلس. السطوع عالي جدا 5000 شمعه، ونسبه الشاشه لجسم الموبايل 88.1%. اما حمايه الشاشه فهي من نوع شات اكسنزيشن كور. كل ده جميل وحلو جدا ونقله كبيره بين الجيلين، بس الجوده مش الاقوى بين المنافسين. التصميم مش جديد ومش مميز لانه موجود كتير بنفس شكل الكاميرات. الظهر بينزل بكيرف لحد الفريم وهو بلاستيك، وبينزل بكيرف لحد الشاشه. السمك مقبول 7.6 مللي، والوزن مقبول جدا في الاستخدام الطويل 192 جرام، وطبعا بيدعم مقاومه مياه عاليه معيار اي بي 68 و69 مع شريحتين نانو 5G، وجوده الاتصال والشبكات ممتازه، وبيدعم واي فاي 6 بلوتوث 5 و4 NFC اي ار بلاستر خاصيه الريموت، وبيدعم واجهه فان تاتش 15 مع اندرويد 15 واربع تحديثات رسميه. هو مميز في الاستخدام والسوفت وير، كل ده مع انيميشن جميل جدا وسرعه في الحركه والتنقل بمساعده المعالج والتردد والسوفت وير ممتاز جدا. حقيقي شكرا جدا ليك لانك لسه مكمل لحد هنا، وما تنساش عايزين نوصل ل 100,000 مشترك قبل نهايه السنه، هوزع هدايا قيمه جدا. وكفايه كده، وتعالوا نشوف 3 كاميرات مميزين. الاساسيه 50 ميجا بكسل مع مثبت بصري، والثانيه 50 ميجا بيروسكوب زوم مع مثبت بصري، و3 اكس اوبتيكال، والديجيتال بيوصل لحد 100 اكس، والاخيره 8 ميجا الترا وايد مع دعم الكاميرات لزيوس. مقبول وضوح مقبول، اضاءه والوان مقبولين، عزل ممتاز وضوح مقبول، الوان واضاءه مقبولين، عزل ممتاز وضوح مقبول، اضاءه والوان مقبولين، عزل ممتاز وضوح ممتاز، اضاءه زياده درجه على تي شيرت والوان مقبوله، عزل ممتاز، ضوء مقبول وضوح ممتاز. الاساسيه ممتازه مع عزل مقبول وضوح مقبول. انت ايه رايك في الصوره دي وشايف ايه المميز فيها وايه العيوب؟ مع 2 اكس زوم ممتاز وضوح وعزل، الاضاءه والالوان مقبولين. مع كاميرا زوم اخيرا قدمت وضوح ممتاز، عزل ممتاز، اضاءه والوان مقبولين. مع العزل هسيبك انت تحكم بنفسك على الصوره وتكتب رايك في الكومنتات. الالترا وايد مقبوله وضوح مقبول، الوان واضاءه مقبولين. كفايه صور، تعالوا نشوف تصوير الفيديو. فهو بيصور 4K 30 فريم، ثبات مقبول وضوح ممتاز، اضاءه مقبوله والوان مقبوله. والسيلفي 50 ميجا بكسل ممتاز بتفاصيل مقبوله، الوان واضاءه مقبولين وضوح مقبول. ممتاز مع ضوء الشمس وضوح مقبول، اضاءه مقبوله، وضوح مقبول، الوان واضاءه مقبولين. مع العزل ممتاز وضوح مقبول، الوان واضاءه مقبولين. ممتاز مع العزل، موضح تفاصيل الشعر واضاءه مقبوله. هسيبك انت تحكم بنفسك وتقول رايك في الكومنتات. وبيصور فيديو زي الخلفيه 4K 30 فريم، وضوح مقبول، ثبات ضعيف جدا، الوان واضاءه ممتازين. وكفايه كاميرات، وتعالوا نشوف ميزه قويه جدا فيه وهي البطاريه. هي 6500 ملي امبير، ممتازه جدا بين المنافسين، والبطاريه دي من نوع سيليكون كاربون اتكلمنا عنها كتير وعن مميزاتها. الشاحن كبير 90 واط، وتقدر تشحن بيه اي موبايل عن طريق وصله الشحن، وكمان تقدر تلعب بيه وهو بيشحن. وبينزل هنا ب3 نسخ رام 8 جيجا و12 جيجا و16 جيجا من نوع اللي بي دي دي ار 4 اكس. ده نوع قديم جدا ما ينفعش حاليا في سعره، المنافسين بيوصلوا لحد 5 اكس. ومساحه التخزين من نوع ضعيف جدا UFS 2.2 والثلاث انواع 128 جيجا و256 جيجا و512 جيجا. للعلم النوع ده قديم جدا وما ينفعش في سعره، والمنافسين بينزلوا بUFS 4 و4.1 الجديد، ومفيش كارت ميموري. تعالوا نختصر كل ده في كام نقطه. عجبني المعالج القوي والجديد بس التصميم تقليدي جدا. عجبني الشاشه ككل لكن الجوده قليله بين المنافسين. الكاميرات ممتازه مع دعمها للاي اي وزيوس ووجود كاميرا زوم اخيرا، بس نوع الرام ضعيف جدا في سعره. اما البطاريه
البطاريه فهي ممتازه جدا في السعر وبتستمر معاك فتره طويله مع شاحن 90 واط، ولكن مساحه التخزين ضعيفه جدا في سعره. وعجبني السوفت وير وعدد التحديثات، وحسب كلام فيفو قالوا انه هيعيش معاك 5 سنين سريع وسلس بدون اي مشاكل، فده حلو جدا. اما السعر ممكن تشوفه عالي ممكن تشوفه مناسب، فهو 422 دولار في الهند، والاقل نسخه 8 مع 128 جيجا، والنسخه المتعارف عليها 12 مع 256 جيجا عامله حوالي 468 دولار. انا شايفه عالي درجه وقرب جدا من سعر رينو 14، وانا عن نفسي هفضله في المعالج والشاشه. طبعا رايي واضح وانت ليك حريه الاختيار. وما تنساش تكتب لي اي كلمه حلوه تقديرا للشغل الجامد ده واشتراك لايك نروم. عايزين نوصل 2000 لايك. تعبت جدا في المراجعه دي عشان اجيب لك كل المعلومات دي صح وفي اقل وقت ممكن. والاكيد لازم تكون عندي على فيسبوك يوتيوب انستجرام تيك توك عشان نكبر العيله ونكون اكبر محتوى تكي في الوطن العربي باذن الله. والاهم عايزين نوصل ال 100,000 مشترك قبل نهايه السنه. هوزع ده قيمه جدا. وكده خلصنا. سلام.